السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. خبر مؤسف للأسف ويزعل إن في خبر عن وفاة الفنان مصطفى درويش اللي قدام حضراتكم، عن عمر يناهز 43 عام، وهو توفى وفاة مفاجئة، غير معروف السبب حتى الآن، لكن في الساعات القادمة هنعرف السبب ونقول لكم. وتوفى قلنا النهاردة لسه اليوم الاثنين 1 مايو 2023 الفنان مصطفى درويش. واللي أعلن الخبر شقيقه هاني درويش، أعلن خبر وفاته على حسابه على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وقال فيه البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيق مصطفى درويش. وتشييع الجنازة هيكون عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء بإذن الله هيكون باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد. عندكم معلومات كده سريعة عن مصطفى درويش. مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وتوفي النهاردة، يعني ناهز 43 عام زي ما قلنا، وشارك في أعمال درامية وسينمائية. ومصطفى درويش بدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف سنة 2011 مع الثورة يعني. بدأ بفيلم كف القمر، وكمان في الأستاذ درويش حكى قصة يعني إزاي هو دخل مجال الفن. فقال إن هو كان بالصدفة كان في متواجد في تصوير فيلم مع أصدقائه، وتم العرض عليه إنه يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق. بعد كده يعني هو وافق على سبيل التجربة يعني. بعد كده توالت عليه العروض من شركات الإنتاج زي عرب سكرين والعدل جروب وسيرنرجي للإنتاج الفني. ومصطفى درويش ما بيشتغلش في التمثيل بس، ولكن بيشتغل في مجال الاتصالات. ومصطفى درويش الله يرحمه جسد يعني شخصيات كتيرة، عمل أكتر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقى شهرة واسعة بعد قيامه طبعا بدور فتحي اللي هو مدرب كمال الأجسام، اللي هو يعني بيمثل إنه انضم لعصابة بتتخصص لعمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل ب100 وش الكوميدي، اللي هو كان بطولته آسر ياسين. واللي أخرج المسلسل ده المخرجة كاملة أبو ذكري، وأنتجته شركة العدل جروب المصرية. والمسلسل ده لقى نجاح كبير يعني ما بين المسلسلات في شهر رمضان سنة 2020 من حوالي 3 سنين، مع مسلسل كمان خيانة عهد اللي شارك فيه في نفس العام. فكان سنة 2020 كان بداية شهرة مصطفى درويش، الله يرحمه. نسأل الله أن يتغمده بالرحمة ويعني يصبر أهله. والسلام عليكم ورحمة الله.